البوست ده جاب لي 20,000 فولور في يوم واحد، والبوست دوت جاب لي 5000 اوردرز برضو لما نزل. ايه الفرق ما بين النوعين دول من البوست؟ الفرق ان دوت بوست بياع ودوت بوست تاني معمول علشان يوصل لعدد كبير من الناس. فانا لما بكون عايزه ان انا اطلع الصفحه بتاعتي لناس اكتر بعمل بوست يوصل لعدد كبير، ولما بكون عايزه ابيع بعمل بوست بياع. ببساطه كده. ازاي تعرفي ايه هو انواع البوست وايه هو الفرق ما بين اختلاف انواع البوست؟ هو في الحقيقه في 7 انواع بوست، وكل نوع بوست احنا بنعمله بيبقى عشان هدف معين. يعني في بوست احنا بنعمله عشان نبيع، في بوست تاني بنعمله عشان نزود الفولورز، في بوست تاني بنعمله عشان نزود التفاعل، وهكذا. لما انت تبقي فاهمه انواع البوست المختلفه والهدف ورا كل بوست، اللي تقدري تعمليه ان انت تقدري ان انت تكبري الصفحه بتاعتك وتوصلي للهدف بتاعك بالشكل اللي انت عايزاه، وتكوني انت متحكمه بانت عايزه توصلي لايه. وهو دوت بالظبط اللي انت هتتعلميه في الكورس بتاع ريلز. الكورس بتاع ريلز بيعلمك يعني ايه فئه مستهدفه، يعني ايه انواع مختلفه من المحتوى، وازاي كمان تقدري ان انت تعملي الانواع المختلفه من المحتوى دي. علشان تعرفي التفاصيل اكتبي لي ريلز في الكومنتس وهبعت لك التفاصيل.